السلام عليكم. طبعا ان شاء الله معانا النهارده حلقة جديدة ومعانا موضوع مهم يخص كل مربي ويخص كل واحد مهتم بالانتاج الحيواني. النهارده ان شاء الله هنتكلم معانا عن دور العمال. العامل لازمته ايه في المزرعة، او العامل المفروض يعمل ايه في المزرعة، والعامل المفروض ما يعملش ايه في المزرعة. في حاجات لازم تكون عارفها، في حاجات العامل لازم يعملها، وفي حاجات العامل ما ينفعش اللي هو يعملها اصلا. ان شاء الله في فيديو مختصر كده وفي حاجة على السريع هعرف حضرتك دور العامل ايه في المزرعة. بما اني شغال يعني انا الحاجة ما المال مالي، يعني الحاجة بتاعتي، بس انا شغال، انا اللي شغال في الحاجة بايدي، يعني كأني عامل. فانا هقول لك التجربة من قلب التجربة. في الاول ما تنساش تصلي على حبيبك النبي وتشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ ان شاء الله. طبعا الاول خلينا نعرف هو ايه اللي هينجح الانتاج الحيواني معاك. يعني ايه؟ عندنا 5 حاجات عشان خاطر الانتاج الحيواني ينفع معاك، او عندنا 5 حاجات لازم حضرتك تكون عارفهم طالما انت داخل في موضوع المواشي. ايه هم ال5 حاجات؟ لازم يكون عندك المكان متوفر قبل ما تجيب حيوانات او اي حاجة. لازم يكون العجل مظبوط، العجل اللي حضرتك هتربيه. لازم يكون العلفة بتاعتك مظبوطة. لازم يكون العامل بتاعك مظبوط. اخر حاجة عندنا البيطرة، وبعد كده بقى التسويق. اخر حاجة التسويق، سادس حاجة. ال5 حاجات دولت لو متوفرين عند حضرتك وانت عندك خلفية بيهم، كل نقطة فيها بحر كلام، وكل نقطة فيها فيها حاجات كتير. فاحنا ان شاء الله هنتفرد النهاردة بحاجة واحدة بس، هنتفرد النهاردة بالعمال. ايه دور العامل في مزرعتي؟ العامل المفروض يعمل ايه والمفروض ما يعملش ايه في المكان عندي؟ والعامل ليه كام عجل؟ يعني العامل يقدر يوكل لي كام عجل، او ما يقدرش يوكل لي كام عجل، او ممكن يوكل لي كام عجل سايب، وممكن يوكل لي كام عجل مربوط. دي كلها حاجات ان شاء الله هنتكلم فيها. دور العامل عندي في المزرعة طبعا اللي الناس كلها ممكن تبقى فاهماه او واخداه، اللي هو العامل هيوكل لي العجل ويشربهولي. طبعا يا جماعة الكلام ده غلط. هو اي نعم هو هيوكل العجل ويشربه فعلا، بس العامل ده هو عليه 80% من نجاح المزرعة. ازاي الكلام ده يا عم اسلام؟ انا اعرف ناس، يعني اعرف ناس شخصية كده ضاع من عندها يعني الوفات مؤلفة بسبب العمال. اعرف ناس اتخرب بيتها بسبب العامل دي. اعرف ناس نفسها تخش في المجال، بس م... كل ما تيجي تفكر تقول لك لا، تقول لك طب العامل. اعرف ناس نفسها تبدأ مشروع، بس اللي مخليها مش عايزة تبدأ المشروع موضوع العمالة ده. اعرف ناس جابت بقر عشان تحلبه، ومن كتر العمالة العامل مزهقها او عملها نشفت بقر هولشتاين. هولشتاين بياكل فلوس عشان خاطر يجيب لبن اصلا، نشفته وباعته عشان خاطر العامل ما يزهقهاش وما يعملهاش. فاحنا قلنا اول حاجة العامل بتاعك لازم يكون بيتقي الله، بيتقي الله في شغله، ويتقي الله في ايه؟ في مالك. هو انا هجيبه، هتفق معاه انت هتاخد مرتب كذا، وهتشتغل، هتعمل 1 2 3 4. قلنا يا جماعة دور العامل مش الأكل والشرب بس، دور العامل المتابعة. المتابعة والملاحظة يعني ايه؟ يعني حضرتك مثلا انت طبعا هتبقى راجل جايب له 10 عجول، هتبقى جايب له 20 عجل، هتبقى جايب له اللي جايبه له لو على حد عامل واحد. وحضرتك في شغلك بقى، في شغلك الخاص، تشوف انت ايه، الله يصلح حالك. فحضرتك ممكن تيجي زيارة كل أسبوع، ممكن تيجي زيارة كل 15 يوم، ممكن تيجي زيارة كل يومين 3. انت حضرتك ايه، حسب ظروفك وحسب دنيتك. طيب قلنا ايه ثاني؟ قلنا بقى الملاحظة دي. فهو العامل هو اللي هيبقى واخد عينه، هو اللي هيبقى واخد باله من الحاجة دي. يعني العامل هيحط الأكل الصبح. طبعا لازم يا جماعة العامل يعلف الحيوان بتاعك بميعاد. يعني ايه الحيوان؟ قلنا وهنقولها تاني، الحيوان بيحب الروتين. الحيوان بيحب ياكل في ميعاد ويحب يشرب في ميعاد.
يعني العامل ما ينفعش يعلفه يوم الساعة 8 الصبح ويجي يوم تاني يعلفه الساعة 7 الصبح ويجي يوم يعلفه الساعة 6 الصبح. انت حضرتك بهيمك هتاكل الساعة 6 الصبح وهتاكل مثلا الساعة 6 المغرب، يبقى انت وانت بتتفق مع العامل انا الاكل عندي بميعاد، مفيش حاجة اسمها ما انا صحيت متأخر انا نمت متأخر انا مش عارف، مفيش الكلام ده. يعني دور العامل برضه حضرتك لازم العجول تاكل بميعاد، لازم العجول الدريس بتاعها اللي هتاكله الظهر لازم تاكله بميعاد. مثلا الساعة 2 الظهر في وجبة تدريس يبقى في وجبة تدريس. مثلا لو في الشتاء في وجبة قش إضافية بالليل على الساعة 12 ولا الساعة 11 بالليل يبقى في وجبة قش. فقلنا دور العامل اللي هو يوكل الحاجة بتاعتك بانتظام. طيب دوره ايه تاني؟ دوره الملاحظة. في عجل تعبان او عجل مكسل او عجل كده لازم تجمد قلب العامل بتاعك. تجمده من ناحية ايه؟ تجمده من ناحية يعرف يدي حقنة، تجمده من ناحية من ناحية ما يخافش من العجل، تجمده من ناحية اللي هو يعرف يجرع العجل ديدان، تجمده من ناحية اللي هو لو لا قدر الله في مشكلة في المزرعة او في حاجة في المزرعة يعرف ايه اللي هو يحلها حل مبدئي كده لحد حضرتك ما تجي. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا حوض المية يا جماعة. حوض المية ده لازم اساسي العامل يغسله باستمرار، سواء بقى هيغسله كل يوم هيغسله كل يومين حسب الحوض عندك وحسب المكان عندك. العامل لازم الحوض يتغسل ولازم يتحط طبعا فيه جير مطفي ولازم يتحط طبعا فيه روافع مناعة. لازم العامل يبقى عارف الحاجات دي كلها. انا عندي يوم في الاسبوع كذا وعندي يوم في الاسبوع مثلا عندي جير مطفي يوم في الاسبوع وعندي تاني يوم ايه رافع مناعة. ديت حاجات لازم العامل يبقى واخد منها. برضو حاجة يا جماعة مهمة، ما ينفعش العامل يجي يملالي حوض المية في عز عين الظهر. ما ينفعش يبقى هنا ولا هنا ويجي الظهر يملالي حوض. طب ما المية هتنزل سخنة، طب المية هتنزل سخنة، طب ما الحيوان هيشرب مية سخنة هيخش لي في اسهال وهيخش لي في حاجات انا مش عايز. دي حاجات لازم العامل يبقى واخد باله منها ولازم حضرتك تنبهها له. لازم حضرتك تحط له النقط على الحروف زي ما هو بياخد مرتب وياخد المرتب اللي يكفيه ويرضيه. لازم انت برضو حضرتك ده مالك وحاجتك، والحاجة ديت هو اللي بياكل منها عيش. يعني الحاجة ديت المال ده هو اللي موكله عيش وهو اللي بيوكلك انت عيش كمان. فلازم تخافوا على بعض وعلى مال بعض. يبقى قلنا الاكل في ميعاد، قلنا الشرب بميعاد، قلنا حوض المية لازم ينضف. حاجة تانية يا جماعة، ما ينفعش العامل يشتغل بدماغه في المزرعة. ما ينفعش يشتغل بدماغه ازاي؟ يعني انت ما ينفعش تدي العامل حق التصرف الكامل اللي هو يدير الدنيا بدماغه. ليه؟ لان هو ده في الاخر بياخد مرتب، سواء انت كسبت سواء انت خسرت سواء انت لا قدر الله المواشي بتاعتك حصلت لها حاجة، هو بياخد مرتب وخلاص ملوش دعوة. فلازم انت اللي تحط الاساسيات او الحاجات المهمة، لازم حضرتك انت اللي تكون حاططها. يعني النقط على الحروف انت اللي تحطها. في حاجات تانية هو ممكن يعملها من دماغه بس دي حاجات بسيطة بقى ايه، ما فيهاش ادارة ما فيهاش اي حاجة. ما ينفعش تدي العامل حق التصرف في البيع في الشراء في مواعيد الاكل في نوع العلف في خلطة العلف، ده كله حاجات لازم حضرتك تعلي. كنس الطوالة يا جماعة برضو مهمة بالنسبة للعمل. ما ينفعش احط اكل ويجي العجول تسيب لي بواقي او تفرز لي شوية سلاج او تفرز لي شوية تبن أو انت حضرتك بتوكل ايه ويجي العامل يحط اخر النهار عليهم او يحط الصبح عليهم. لازم الطوالة تتكنس وتتنضف قبل الاكل الجديد ما يتحط. دي حاجة لازم تاخد بالك منها. طب العامل عشان ما نطولش في الفيديو، العامل ممكن يشيل كام راس لو هو سايب لو هو مربوط؟ لو على حد مربوط ما تكترش للعامل عن 20 عجل مربوط، بالكتير وخالص 25 عجل مربوط. العامل يوكل 25 عجل مربوط. طبعا 25 عجل مربوط دولت هيحلهم الصبح ويسقيهم وهيحلهم اخر النهار ويسقيهم وهيحلهم الظهر ويسقيهم. في الصيف لو احنا في الصيف زي ما احنا كده 3 مرات في اليوم. طبعا هيحط لهم علفهم وهيحط لهم تبنهم وهينضف تحت منهم. فطبعا ما تكترش للعامل عن 25. لو قال لك مثلا انا هشيل هات لي 40 وانا ادفع لي فرق المرتب، والله ما هتاخد اكتر من جهده. هو هيديك مش هيديك اكتر من طاقته، هو طاقته كده. فمن الطبيعي اللي هو هيقلل في حاجة هيقلل في شغل. فالعامل ما يشيلش اكتر من 25 راس مربوطين.
والعجل يا جماعة، موضوع اللي هو يشرب من الجردل او الجيركن ده موضوع يعني ايه مش كويس. يعني يفضل ان انت تحل العجل وتسقيه على الحوض، عشان العجل على الحوض كده بتلاقيه بياخد راحته ويشرب بكفاية، غير موضوع الجردل والموضوع ده حرية، بس انا بقول لك الافضل. طيب، لو العجول سايبة يا جماعة، العامل ممكن يوكل كام عجل؟ لو العجول سايبة العامل ممكن يوكل الضعف. يعني لو بوكل 25 في المربوط هيوكل 50 في السايب. ليه؟ طبعا هو مش ممكن ما يخشش عند السايب ده خالص اصلا، هو من بره هيفضي التبن ويفضي العلف ويفضي الدريس وده كله. فقلنا العامل ممكن يشتغل على 25 راس مربوط، يشتغل على 50 ايه، على 50 راس سايب. وطبعا محدش هيخاف على مالك، ولا حد هيخاف على حاجتك غير نفسك. دي الا من رحم ربي بقى، وحضرتك لقيت حد امين وحد ايه، حد براعي ربنا في حاجتك وبراعي ربنا في مالك، دي ايه، يبقى انت ربنا رزقك وانت ابن حلال. غير طبعا لو متكلم بقى بعد، لو العدد بقى كبر عن كده، انت بتتكلم في 2 عمال. لو العدد زاد عن كده 3 عمال. ما ينفعش يكون اكتر من 3 عمال يا جماعة. لو في بعد ال3 عمال لازم يكون في مشرف. طبعا بعد المشرف يبقى في مهندس. انت بقى بعد بتتكلم في كيان كامل، كل ايه العدد ما يكبر وكده. فحضرتك انا بقى، انا بتكلم يعني انا المال او الحاجه دي شغال، الحاجه دي تخصني، الحاجه دي بتاعتي، انا اللي بشتغل بيها في دي. ما اجيبش عام. اصل مثلا انا مش هنبقى مربي 5 6 عجول، ولا 3 4 بقرات، واروح اجيب لهم عامل. العامل النهارده هياخد اقل حاجه خالص 6 7 آلاف جنيه. طب ماشي، ما يبقى انا كده هتلاقيها بتخسر معايا. وحاجة مهمة يا جماعة، الأمان الحيوي بتاع المزرعة بتاعتك لازم 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 تاخد بالك منه. ما ينفعش العامل يجي يوكل لي حيوانات الصبح ويبقى في مزرعة جنبي، أو في عنبر تسمين جنبي في المزرعة اللي جنبي مني، العامل يروح إيه، يروح يوكل هناك ساعتين ويجي لي هنا ساعتين. على أساس إيه؟ اللي أنا هديله نص المرتب أو أديله ربع المرتب؟ أنت كده بتدمر نفسك وبتدمر الأمان الحيوي بتاع مزرعتك. انا ممكن يكون انا عندي مرض اوديه للمزرعة التانية، المزرعة التانية ممكن يكون فيها مرض تجيبهولي هنا. فدي كلها حاجات لازم حضرتك تاخد بالك منها. احنا كنا بنتكلم عن دور العامل ايه. احنا طبعا اتكلمنا بحاجات مختصرة، مش عايز اطول في الكلام ومش عايز اطول في المواضيع. لو نسيت حاجة ما تنساش ايه، ما تنساش تسألني في التعليقات، هرد عليك على طول. مش عايز اطول عليك اكتر من كده. وما تنساش تصلي على حبيبك النبي. وما تنساش تشترك في القناة لو انت وصلت معانا لحد هنا. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال كل الناس. السلام عليكم.